إلا بقيتي كتعيشي باش ترضي الناس، جربي غير هادشي لمدة 30 يوم. ما تبرريش راسك وما تسرعيش باش تجاوبي وما تقبليش شي حاجة غير حيت خايفة يزعموا عليك. يمكن في الأول غادي تحسي براسك تبدلتي، ولكن من بعد 30 يوم غادي تفهمي علاش كنتي عايشة بعيد على راسك. صراحة هاد الكلمات كتخلي الواحد يوقف ويفكر. فكرة أن الإنسان كيكون حي وكيتحرك وخدام، ولكن في العمق ديالو بحال إلا منفصل على حقيقته. بصح. فهمتيني؟ بحال إلا شي حد راكب في شي تران وهو ما اختارش كاع فين غادي، غير حيت خايف يقول لا للناس اللي راكبين معاه. هاد الانفصال الصامت التأثير ديالو النفسي عميق بزاف كتر ما كنت تخيلوا. السلام عليكم ومرحبا بكم في نور الحياة. اليوم ما جيناش غير نهضروا، اليوم غادي نبداو رحلة مدتها 30 يوم باش ترجعي تسمعي صوتك الداخلي من جديد. يمكن دابا كتقولي ولكن أنا ما ضيعتش راسي، ويمكن عندك الحق، ولكن خليني نسولك سؤال واحد. آخر مرة درتي شي حاجة حيت انت بغيتيها ماشي حيت الناس تسناوها منك، إمتى كانت؟ ملي كنفككوا هاد السؤال الصراحة كنلقاو راسنا كنحطوا يدينا على الجرح نيشان. تماماً. حنا كنهضروا هنا على واحد النوع ديال العيا اللي ما كيتشافش، ماشي داك العيا الجسدي اللي كيمشي بالنعاس، لا، هذا بحال واحد الإرهاق روحي. في علم النفس هادشي عنده علاقة بواحد الحالة كنسميوها التنافر المعرفي. التنافر المعرفي؟ كيفاش زعما التنافر المعرفي؟ يعني ملي كتكون أفعالك الخارجية، داكشي اللي كدير كل نهار، ما غادياش مع داكشي اللي باغي لداخل، الدماغ ديالك كيبدا يستهلك واحد الطاقة هائلة باش يحاول يقاد هاد التناقض ويخبي ديك الفجوة. واو، هادشي كيفسر بزاف د الحوايج. يعني هذا هو السبب اللي كيخلي الإنسان يفيق بعض المرات وهو حاس بواحد الإرهاق شديد وخانعس مزيان وساعات طويلة. إيه بصح. كنوضو نديرو داكشي اللي علينا، كنجاملو الناس ونضحكو، حيت خصنا نضحكو باش ما نخسروش الجو، وديما كنقولو ديك الكلمة السحرية ماشي مشكل. ديك ماشي مشكل اللي كنستعملوها في كل وقت. تماماً، كنقولوها حتى ملي كيتم اختراق الحدود ديالنا الشخصية بالكامل. صراحة كلمة ماشي مشكل هنا راه ماشي تسامح، هادي يعني آلية دفاعية كنستعملوها بحال شي درع وهمي باش نتفاداو الصداع والصدام. فهمتك. حيت من ناحية تطورية الدماغ ديالنا مبرمج باش يبقى ديما وسط الجماعة. شحال هادي في العصور القديمة الرفض من القبيلة كان كيعني الموت المحتم. يعني الخوف من العزلة. إيه، عليها ملي كيخاف الإنسان من الرفض ديال الآخرين ولا من الغضب ديالهم، الجهاز العصبي ديالو كيفرز هرمونات التوتر بحال الكورتيزول، بحال إلا كاين شي تهديد حقيقي للبقاء ديالو، بحال إلا غادي يموت. نيشان الخضوع وإرضاء الناس كيولي هنا مجرد استجابة باش يعيش، ماشي طيبة ولا كرم. بلاتي خليني نوقفك هنا، حيت هذه الفكرة خطيرة الصراحة. واش كتقصدي أن الرغبة الدائمة ديالنا باش نرضيو الناس اللي دايرين بينا ماشي ديما دليل على الأخلاق العالية ولا الصبر؟ لا، ماشي ديما. يعني تقدر تكون غير استجابة للخوف، بحال إلا كنشريو الأمان النفسي ديالنا على حساب راسنا. بصح، فعلم النفس المرتبط بالصدمات كاين استجابات ديال الخطر اللي معروفين بحال الهجوم ولا الهروب ولا التجمد، وكاين استجابة رابعة اللي هي الخضوع. الخضوع؟ إيه، الخضوع ولا التملق. هادشي كيعني أنك كترضي داك الشخص ولا داك المصدر ديال التهديد باش تتفادى الأذى ديالو. بزاف ديال الناس صراحة عايشين حياتهم كاملة في هاد الحالة ديال الخضوع بلا ما يحسوا كاع. هادشي كيخلع شوية الصراحة. كيبان لك الشخص ناجح واجتماعي بالنهار، ولكن بالليل ملي كيسكت كل شيء وكيبقى بوحدو كيبان داك الفراغ الغريب، داك الإحساس باللي شي حاجة لداخل ما بقاتش هي هذيك. داك الفراغ اللي كيخليك تحس أن شي حاجة ناقصة ولكن ما عرفتش شنو هي. ولكن هنا بغيت نسولك، واش الإنسان يقدر يضيع راسه وهو ما حاس؟ هادشي ما كيوقعش بين ليلة ونهار. يعني كيفاش؟ هاد البعد على النفس كيوقع بالتدريج. هي غير سلسلة ديال تنازلات صغيرة جدا. اليوم يعني كنتنازلوا على رأي بسيط في الخدمة غير باش ما نديروش المشاكل، غدا كنتنازلوا على وقت راحتنا على قبل شي حد آخر. وبشوية بشوية كيتراكم هادشي. تماما، كنبقاو نوافقوا وحنا باغي نقولوا لا، ونبدلوا رأينا باش ما نبانوش الختالفين. ووسط هادشي كامل كيغبر داك التساؤل ديال فين كنتي انتي وسط هادشي. العقل الباطن كيسجل كل مرة كنقولوا وحنا باغي نقولوا لا. الصراحة هذه هي الحقيقة المرة. ومع التكرار الدماغ كيبدا يحط الاحتياجات ديالنا بحال إلا ثانوية
مقارنة باحتياجات الناس الآخرين. وهذا الشيء كيدينا للخطوة العملية الأولى في هذه الرحلة ديال 30 يوم. هاد الخطوة اللي كتبان سهلة بزاف في النظري ولكن مرعبة في الواقع، اللي هي وقفي التبرير ديال كل قرار خديتيه. حنا مولفين ملي كنرفضوا شي حاجة كنعطيه واحد لا ليسته طويلة ديال الأعذار. بصح ديما كنحسوا باللي خصنا نبرروا. كنقولوا مثلا ما نقدرش نجي حيت عيانة وطوموبيلتي خاسرة وخصني نفيق بكري غدا. ولكن هنا بغيت نلعب دور محامي الشيطان. تفضل. واش ماشي عادي وأخلاقي الإنسان يراعي مشاعر الناس ويشرح لهم الأسباب ديالو؟ واش ما غاديش نبانوا قاسحين ومتكبرين إلا رفضنا شي طلب بلا ما نقدموا أعذار؟ هذا سؤال ممتاز الصراحة، وهذه هي العقبة الكبيرة قدام هذا التغيير. خصنا نفرقوا مزيان بين توضيح الموقف والدفاع المستمر على حقك في الاختيار. كيفاش الفرق بيناتهم؟ التوضيح هو تعطين سبب بسيط وصادق مرة واحدة، داكشي طبيعي، بحال إلا قلتي اسمح لي ما نقدرش نجي اليوم حيت محتاجة نرتاح، نقطة. سهل الكلام. مفهوم. أما التبرير اللي كيعيي هو ملي كتبقاي تشرحي شحال انت عيانة وتحاولي تقنعي داك الشخص بلي راه العذر ديالك مشروع، وكتسني منه يعطيك بحال شي سكر غفران. بحال إلا كنتسناو الموافقة ديالهم باش نرتاحوا. تماماً، بحال إلا واقفة في شي قاعة ديال المحكمة وكتطلبي من الناس يكونوا هما القضاة اللي غادي يحدوا واش من حقك ترتاحي اليوم ولا لا. واو، فكرة المحكمة هذه مذهلة. فعلاً حنا كنحطوا راسنا في قفص الاتهام بلا ما يطلبها منا حد. الصراحة كيبان لي هاد التشبيه بحال إلا كتاخد شي كريدي بفوائد طالعة بزاف من الرصيد ديال صحتك النفسية. بصح غير باش تدفع الثمن ديال راحة شخص آخر وتفادى الانزعاج ديالو. وفي الآخر غادي تعلل الإفلاس العاطفي ديالك. الإرهاق النفسي الحقيقي ما كيجيش من اتخاذ القرار براسو، حيث القرار لداخل كيكون واضح وحنا مرتاحين ليه. إيه، الاستنزاف كيجي من ديك المحاولة باش نقنعوا العالم أن القرار ديالنا ما كانش جريمة. هادشي اللي كاين. الإفلاس العاطفي صراحة هو التعبير الدقيق لهذه الحالة. ملي كتستنسف في طاقتك كاملة باش تبين للناس بلي راك مزيانة وما قصدتيش تأذي شي حد، ما كتبقى لك كاع طاقة باش تعيشي حياتك انتي. والمشكلة أن هادشي كينعكس حتى على الناس اللي قراب ليك. هذه هي النقطة اللي خصنا نردوا ليها البال. ملي كتوقفي فجأة التبرير وكتولي تختاري راسك، غادي يوقع بحال شي زلزال صغير في المحيط ديالك. النظام اللي ولفوه غادي يتخربق، حيت المحيط عود على النسخة المريحة، النسخة اللي ديما كتسكت وكتوافق وكتصايب ليهم الخاطر وتقول ديروا اللي بغيتوا. إيه، النسخة اللي ما كتطرحش أسئلة وما كديرش صداع. وملي كتبدا المرأة في هاد التغيير غادي تبدا تسمع ديك الجملة المستفزة: مالك تبدلتي؟ واش انتي بخير؟ ما بقيتيش بحال قبل. وهنا كيجيني واحد التساؤل: وعلاش الناس كيتقلقوا ملي كتبدل المرأة وتولي تختار راسها؟ هاد النقطة بالذات نقدروا نفهموها مزيان بواحد النظرية في العلم النفس سميتها نظرية أنظمة الأسرة. كيفاش كتشرح هاد الشيء؟ تخيل معايا العلاقات البشرية دايرة بحال ديك اللعبة ديال التوازن اللي كتكون معلقة فوق السرير ديال الدري الصغير اللي فيها أشكال بزاف، كل شكل فيها كيمثل شخص في المحيط ديالك. ديك اللعبة اللي كتدور. ملي انتي كتحركي من بلاصتك أو كتغيري البلاصة حيت حبستي التبرير وحطيتي حدود، النظام كامل كيتزعزع. هادوك الأشخاص الآخرين غادي يبداو يتأرجحوا بجهد. هما الصراحة ماشي بالضرورة باغيين يأذيوك، ولكن كيحاولوا بزز يرجعوا داك النظام القديم اللي كان مريح ليهم. وخا داك التوازن القديم كان مبني على التنازل ديالك انتي. تماما، هاد التشبيه كيوضح كل شيء. ملي كيقولوا ليك تبدلتي وهما مقلقين ولا مستنكرين، هما في الصراحة ما كينتقدوش شي تغيير خايب في الأخلاق ديالك، هما غير كيعبروا على الانزعاج ديالهم حيت فقدوا ديك السيطرة والتسهيلات اللي كانت كتوفرها النسخة القديمة ديالك. يعني مقاومة التغيير هنا هي دفاع على المنطقة الآمنة ديالهم، ماشي هجوم شخصي على حقيقتك. إيه نيشان، وعليها كيستعملوا جملة تبدلتي بحال شي سلاح عاطفي باش يحسوك بالذنب. الهدف ديالهم هو تراجعي اللور وترجعي لبلاصتك القديمة باش يستقر كل شيء. وهنا فين كاين الخطر، ما خصناش نرجعوا للوار. بصح حيت عدم الرجوع ديالك وأنك ما بقيتيش بحال قبل هو في الحقيقة أكبر دليل باللي راك في الطريق الصحيح وباللي قربتي أخيراً من حقيقتك اللي ضيعتي شحال هادي. ولكن الصراحة باش نكونوا عقلانيين شوية، واش ما يقدرش يتفهم هذا التغيير على أنه دعوة للأنانية؟ كيفاش زعما؟ يعني واش هذه الرحلة باش نسترجعوا ذواتنا كتعني نوليو أشخاص قاسيين ونقطعوا علاقاتنا
وما نديوهاش في مشاعر الناس اللي كنبغيو ونتعاملوا ببرود. شنو الفرق الحقيقي بين الطيبة والتنازل على النفس هنا؟ هذا التمييز اللي هدرتي عليه جوهري بزاف، وبلا بيه نقدروا نطيحوا في فخ ديال التطرف. الطيبة الحقيقية كتنبع من واحد البلاصة لداخل فيها وفرة نفسية وأمان. الكاس عامر كما كنقولوا. انتي كتعطيه حيت الكاس ديالك عامر، وحيت باغية تعطي بصح، وعندك القدرة تقولي لا بلا ما تحسي بالرعب. أما التنازل على النفس ولا الخضوع اللي هدرنا عليه قبيلة، العطاء اللي كيجيب العياء، هذا عطاء كينبع من الخوف. انتي كتعطيه حيت خايفة من الصدام، ولا خايفة الناس يبعدوا عليك، ولا باش تفادي المشاكل. ظاهرياً من برا السلوكان كيمانو بحال بحال، ولكن من ناحية الميكانيزم الداخلي والتأثير النفسي هما الضد ديال بعضياتهم. يعني العطاء الحقيقي كيعطينا طاقة ورضا، ولكن التنازل كيخلينا حاسين بوحد المرارة والاستنزاف الخفي. تماماً، وهذا الشيء كينطابق حتى على المشاعر الكبيرة ديالنا بحال الحب. كاين واحد الخلط مرعب بين أنا كندير هذا الشيء حيت كنبغيهم، وبين أنا كندير هذا الشيء حيت مرعوبة من فكرة أنني نفقدهم. بالصح، بزاف ديال التنازلات كنبرروها باسم الحب، فاش هي في الأصل مبنية على الخوف وتعلق القلق. كنتنازلوا على طموحنا، على حدودنا وعلى وقتنا، وكنصحابوا راسنا كنديروا تضحيات رومانسية زوينة. وإحنا في الصراحة كنشريو غير بوليصة التأمين ضد الهجران. هادشي اللي كاين. ونفس الحاجة بالنسبة لمفهوم التسامح. التسامح هو في خلط؟ الصراحة التسامح الحقيقي هو عملية ديال الشفاء لداخل، أنك تعفو باش ترتاح انتي من العبء ديال الغضب. ولكن التسامح ما كيعنيش تنازل على الحدود ديالك. كاين فرق كبير شاسع كاع بين أنك تغفر لشي شخص وبين أنك تسمح لي يفتح نفس الجرح شحال من مرة. المغفرة كتكون داخل، ولكن الحدود خاصها تكون واضحة من برا. والتخلص من التبرير الدائم هو أول حيط كنبنيوه باش نحميو هاد الحدود ديالنا. يعني احنا هنا ما كنبنيو شخصية قاسية ولا لئيمة، احنا كنبنيو شخصية واضحة ومتصالحة مع حدودها. ولهذا المهمة العملية ديال هاد اليوم الأول من الرحلة ما كتحتاج أي مواجهات درامية مع الناس. المهمة هي بينك وبين راسك فقط. فخد اللحظة ديال الهدوء، سولي راسك بصدق تام، فين في حياتي كنقول وانا من الداخل باغي نقول لا. وهذا الحوار الداخلي ما محتاجينش نكتبوه ولا نشاركوه مع شي حد. لا، خصو يبقى داخلي، ما محتاجاش تبتي حتى حاجة لشي حد. الصدق مع النفس هو أصعب خطوة، حيث كيحيد لينا كاع دوك المبررات اللي كتبنا بهم على راسنا سنين هادي. صح. ملي كنعترفوا بلي حنا سمحنا في حقوقنا في شي مواقف بلا ما يطلبها منا حتى حد، تما كنكونوا بدينا فعليا نهرسوا ديك القوقعة ديال إرضاء الآخرين. رحلة الرجوع للنفس كتبدا من أول حقيقة صادقة كتقوليها لراسك. وقبل ما نختموا بغيت نخليكم مع هذا السؤال اللي هدرنا عليه قبيلة، فكروا فيه مزيان. تفضل. ملي يغضبوا الناس من الحدود الجديدة ديالكم، واش هما فعلا حزينين على فقدانكم، أم أنهم غير في واحد الحالة ديال الحداد على فقدان السيطرة اللي كانوا كيمارسوها على النسخة القديمة والمطيعة ديالكم؟ الجواب على هذا السؤال غادي يحرركم من بزاف ديال الشعور بالذنب المبالغ فيه. إلا حسيتي أن هذا الكلام لمس فيك شي حاجة، اشتركي في نور الحياة وخلي هذه اللحظة تكون أول خطوة، ماشي باش تولي شي وحدة أخرى، ولكن باش ترجعي للمرأة اللي كانت فيك قبل ما تبداي كتعيشي على حساب نظرة الناس. الصراحة هذه غير البداية. وتذكري، الرجوع للنفس ما كيبداش بقرار كبير، مرات كيبدا غير بجملة صغيرة: أنا حتى أنا عندي الحق نختار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.